السلام عليكم، أنا شكري وهعمل معاكم النهاردة نوع بط فرنساوي بالجنزبيل والخضار. إن شاء الله يعجبكم قوي. طعمه جميل وشكله جميل، شايفين لحمه عامل زي الزبدة بالظبط. التسوية بتاعته مظبوطة وحاجته مظبوطة، فطالع نتيجته مبهرة. إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. أهو زي ما انتم شايفين لسه خارج من الفرن، والجنزبيل عطوله ريحة وطعم جميل قوي. وعلى بركة الله نبتدي الشغل. وأول حاجة هنعملها إن أنا هخلي البط. أنا عارف إن أنتوا ضد إنك تخلي البط، عايز البطة تبقى بحالها كده على السفرة. بس باوريك ان في حاجة تانية بتتعمل بالبط غير اللي احنا بنعملها. والامر متروك لكم انكم تجربوه او لا. العظمة اللي في النص ديت انا هاخد موضوع التشفيع على السريع كده، مش هطول فيه. آه لان الفيديو هيطول قوي. العظمة اللي في النص دي انا بمشي عليها بالسكينة، والسكينة بتاعتي لازقة في في العظمة هيت وماشي. انا عارف ان البط عظمه ناشف شويه، بس انا ماليش دعوه بالعظم خالص، انا ما بتعاملش مع العظم، انا بتعامل مع اللحمه بس. في كام عظميه كده بيقابلوني في السكه هكسرهم وخلاص على كده، اللي هي بتاعه الكتف وبتاعه الورك. وماشي بالسكينه جنب العظم، جنب العظم على طول. اه هيطلع معايا الصدر زي ما هو بالظبط. اه نسلك بالراحه كده. انا هاخد الموضوع زي ما قلت بسرعه عشان الفيديو ما يطولش عليكم. اهوت الصدر مكشوف قدامك، انت بتمشي ببوز السكينه. اهوت بوز السكينه جنب العظمه، مش هتيجي جنب اللحمه خالص. هتلاقي الموضوع هي اصلا يعني صدرها بيبقى بعيد عن عن العظم اللي بيبقى بين العظم واللحم. آه، خلايا كده، انسجه كده بتتقطع بالسكينه على طول. اهو طلع على طول اهوت الصدر بتاعنا، مفيش فيه اي مشكله. هي بس في عظمه في الكتف هنكسرها، وعظمة في الورك اللي هي بتاعة المفصل هنكسرها، مش أكتر من كده. موضوع بسيط خالص اهوت. اهي هي العظمة ديت هتتكسر وخلاص على كده. زي ما قلت أنا واخد الفيديو بسرعة، مش عايز أطول فيه ومش عايزه بتفاصيله. إلا إذا احتجتوا بقى حاجة بالتفاصيل أبقى أجربها لكم تاني في بط أو في فراخ أو في سمك، زي ما انتوا عايزين أخلي إيه قدامكم يعني. أهو الصدر طلع كله اهوت، وأنا ماشي بالعظمة بعيد خالص عن اللحمة. أهو شايفين المنظر؟ اهي هي العظمة اللي في ايدي ديت هنكسرها وخلاص على كده. ادي الصدر بحاله اهوت، طلع مفيش فيه اي مشكلة. اهي هي بس حتة العظمة اللي هي اللي في المنطقة اللي فيها السكينة ديت، اهيت اللي هي الدبوسة بتاعت الكتف. اهي ببوز السكينة كده هكسرها، وهكسر العظمة بتاعت الفخذ. خلاص. أهي. شايفين بالبوز بالراحة خالص، سكينتك حامية. أهي. كسرنا العظمة اللي أنا بتكلم عليها ديت، اللي هي بتاعت الدبوس. أهو شوفوا، شوفوا اللحم فين. أنا شغال في جلد دلوقتي، اللحم خلاص طلع في عند إيدي هناك. أهو ده جلد اللي أنا بقطع فيه، ده بخلي فيه، ده جلد. وادي الدبوس، عظمة الدبوس هي سلكها خلاص، اتخلع الصدر قدامنا، بقى قدامنا الصدر. أهو. والعظم اللي هيطلع مش هيترمى، هنستفاد منه طبعا، كل حاجة هنستفاد منها وكل حاجة هتشتغل بيها. فموضوع ان هتهدر منك، مش هتهدر. وكمية اللحم اللي في البطة هتبقى قدامك، بس هينقص الهيكل العظمي اللي هو اللي ملوش اي 30 لازمة ده، واخد مساحة واخد عامل هيصة على الفاضي. بس الناس بتحب ان هي بط على خليت الصدر الاولاني، وطبعا التاني هيتخلى زيه. اهوت هقسمها نصين اهيت، يعني هقطع البطة ديت مفصلها نصين اهوت، فصلتهم نصين. ودي عظمة
الورك بتاعها اهوت، بشيل الحته اللي هي بتاعه الظهر اللي بتبقى ماسكه في الورك يعني. برضو بفسخ المفصل وبشتغل اهيت على كده. ادي الورك خلص، والصدر طبعا جاهز مفيش فيه اي حاجه. هبدا ان انا اخلي بعد كده الورك، اوريه لكم ازاي بيتخلى ازاي. بقص الجلد الزياده اهوت. مقص المطبخ بينفع في الحاجات اللي زي كده، وبيسهل لان جلد البط بيجري من السكينه. ادي قدامنا اهوت الصدر. هشتغل ده الفيليه اللي هو بيبقى موجود، هشتغله لانه لو مطلعش هيتهرى اهوت. نضفه. وادي الدبوسه هشتغلها، انا عايز الصدر لوحده والدبوسه لوحدها، هو كله هيستوى مع بعضه، بس انا بقى يعني عايز ده لوحده اهوت. هشتغل الجناح برضه هيستوى برضه معاهم. انا بفك البطه من بعضها خالص، مش هخلي فيها حاجه ماسكه في حاجه. اه كسرنا المفصل بتاع الدراع بتاعها، واهوت بالراحه كده بطرف السكينه هشتغل الدبوسه. موضوع بسيط وسهل، مش محتاج اي حاجه، وهيسهل مواضيع الاكل حتى مع الولاد يعني. البطه ممكن تفرط معاكي اكتر ما انت متخيله. اه ادي الدبوسه اهوت زي الفل. بحافظ دايما على الحاجه بجلدتها. ادي الصدرين بتوعي، وادي الوركين، وادي الجناحين، وادي البطه بتاعتنا كلها، والعظم بتاعها جنبي. هتشوفوا هعمل بيه ايه، هتشوفوا هنعمل بالعظم ايه. ادي البطه كلها اهي، صدرين والوركين والدبوستين والجناحين بتوعنا، وهنشوف هنعمل. وادي العظم بتاعنا اهوت موجود، هنشوف هنعمل بيه ايه. انا عايز اخلي الورك، اوريكم ازاي يتخلى. خليت واحد والتاني اهوت على السريع كده اوريهولكم. بمشي بالسكينه زي ما قلت على حرف التي اللي هو بتاع العظم. العظم بتاع الورك بيبقى عامل زي حرف التي كده، او ال اهوت. ماشي بالسكينه جنبه بس شوف بوز السكينه ماشي جنبه، ماليش دعوه بالعظم خالص، ماليش دعوه باللحمه خالص. اهو شوف، هي بتفتح نفسها من نفسها يعني. اللحم والعظم بيبان قدامك على طول، انت ما بتعمليش اي مجهود. دخلت السكينه تحت العظمه وقطعت الورك بتاعنا خلاص. اه هنشتري الرجل ديت وهنبدا نخلي بقى الايه. خلاص هي اتكشفت خلاص قدامنا اهي، بظهر السكينه بقى اهو. شوفي اه اللحم كله بينزل تحت اهوت، لان الورك بيبقى فيه حاجات زي الشوك كده اهوت. بظهر السكينه نزلت، وبسلك بس بالسكينه بتاعتي اهي. ادي خلينا الورك اهو زي ما انتم شايفين. طلعت العظمه بتاعت الرجل، لسه العظمه اللي هي موجوده في اللي كانت في ماسكه الظهر بقى. اه اه كده تمام. وزي ما قلت بظهر السكينه بنستعملها. انا اسف على تطويل الفيديو، بس اللي مش حابب يتفرج ممكن بيجري يعني، بيعرف يتصرف يعني. بس انا قلت يعني ايه، انا بوريها لكم بسرعه كمان يعني، لان شغال بطيء جدا على اساس انكم تشوفوا انا بعمل ايه. ودي خطوه انا عملتها في البطه فلازم تشوفوها يعني. اهو بظهر السكينه بلم العظم على تحت.
انا كل شغلي على العظمه، ماليش دعوه باللحم خالص، لا هتهدر معاكي ولا هتقلل. يعني لو فيها 5 كيلو لحمه هتلاقيهم ال5 كيلو لحمه، لان العظم مش هتلاقي فيه سنتوفه لحمه. اه، حط العظمتين كده بين ايديا الاتنين اهمت، زي ما انتم شايفين ماسكهم ازاي. اه، وبقطع حوالين القرقوشه بتاعه الرجل دي يعني. اه، تمام، خلاص كده. ال- الورك قدامنا اهوت متشفي اهوت زي ما انتم شايفين. هبدأ اقطع بقى البطايه بتاعتي زي ما انا عايز. زي ما قلت لكم المقص في الحالات اللي زي كده بيبقى احسن كتير، مقص المطبخ اهوت. السكينه مع الجلد بتاع البط، بتجري من جلد البط اهوت. قطعت اهوت الوركين خلاص بالشكل ده. بفتح بس حته الورك، وادي الصدر بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين ما شاء الله زي الفل اهو. هاخده على 3 حتت اهوت. وبحافظ على الجلده بتاعته اهوت زي ما انتم شايفين. قطعت الصدر على 3 حتت، والورك على حتتين اهوت. موضوع بسيط وسهل خالص والله اهوت. خلصنا، ادي البطه كلها قدامنا هي مفكوكه من بعضها خالص. هنشوف هنعمل ايه بقى في العظم. عندي جزرايه هقطعها بالشكل ده، اي تقطيعه سلايس زي ما انتم شايفين. وعندي بصلايه برضو هقطعها سلايس، جزرايه وبصلايه اهمت. هحطهم في الطبق. عندي حله ميه على النار بتغلي، بتغلي مش سخنه، بتغلي بتقلب يعني بتغلي. وعندي حبهان وعندي قرنفل، حبيتين وحبيتين. والميه بتغلي هنزل فيها بالخضار بتاعي وبالبهارات بتاعتي اللي هي الحبهان والقرنفل. وهقلب فيهم سنه كده، وعلى طول وراهم العظم بتاعنا كله. كل الهالك اللي طلع جلد وعظم واي حاجه هتترمى في الحله ديت، وهتبدا تغلي. هتطلع لك معاكي شوربه هتستخدميها في كل حاجه. اهو حطيتها على النار وهسيبها بقى تغلي وتأثر، وهاخد منها في الشغل بتاعي. هبدأ أعمل بقى الخضار بتاع البطاية. عندي جنزبيل وعندي جزراية وعندي فلفلاية حراقة، دي اوبشن للي عايز يحطها، عايز اللي مش عايز ما يحطش. وبصلاية، ده كل الموضوع اللي عندي. هقطع البصلاية سلايز زي ما انتم شايفين كده اهوت. وبرضو الجزراية نفس الموضوع اهو. والفلفلاية الحراقة اللي عايز يحطها يحطها، اللي مش عايز ما يحطهاش. بس بتدي طعم جميل، رغم ان هي مش موجودة في الطريقة بتاعتها الفلفلاية الحراقة، بس لازم الأكل يبقى فيه حتة الشرق بتاعتنا شوية. وادي حتة الجنزبيل الفريش، ما عندكيش جنزبيل فريش حط مكانه بودرة، ما عندكيش بودرة خلاص ما فيش مشكلة، حط فصين توم والدنيا هتبقى زي الفل إن شاء الله. قطعتهم سلايس وهنعمهم، وعلى كده وهنخش بقى على النار نشوف هنعمل ايه. عندي طاسة فاضية خالص اهيت ما فيش فيها أي حاجة، على النار سخنة. وهجيب البط بتاعي، هنزل بالبط بتاعي على الطاسة السخنة دي على ظهره. خدي بالك على ظهره على ظهره على ظهره اه. هيلزق؟ لا مش هيلزق يا ستي، ده هينزل كمية دهون هتشوفيها دلوقتي. اه، ادي الدهون شايفينها بتغلي اهيت. وهبدأ ان انا احمر البط وش وظهر في الدهون بتاعته اللي نزلت منه، في الدهون بتاعته اللي نزلت منه، لانه هينزل كمية دهون كتير جدا هتشوفوها دلوقتي اهو. هبدأ احمر وش وظهر تحميرة كويسة كده للبطاية في الدهنة بتاعتها، في الدهنة بتاعتها اهي زي ما انتم شايفين اهوت.
الظهر بتاعها تحمر، بقلبها وحمرها على قد ما تقدري. ادي اللون، لو عايزة ازيد شوية ادي كمان اهوت. حمرنا البط خلاص اهوت تمام، وش وظهر. هطلعه بره، هعمل فيه حاجة واحدة بس، هديله رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهركنه جنبي مع بال ما اشوف هعمل ايه تاني. عند مكان البط بقى هنزل بالخضار بتاعي اهو، اللي هو الجزر والبصلايه وحته الجنزبيل والفلفلايه الحراقه. الجنزبيل ما حطيتوش، خليته للاخر هتشوفوه. حطيت البصل والجزر والفلفلايه الحراقه، وهسيبهم على النار يتبلوا في السمنه بتاعه البط. لحد دلوقتي ما حطيتش نقطه زيت واحده اه. وبقلبهم على النار عشان يتبلوا. رشيت معلقه سكر صغيره ومعلقه بابريكا صغيره اهوت، وقلبتهم مع بعض وهسيبهم. عايز السكر يكرمل مع الخضرة دي، مع الخضار ده، هيدي طعم جميل قوي في البطاية. وبعدين هفضي نص الحلة بعد ما يدبل بقى، هفضي نص الحلة كده وهنزل عليها بمعلقة خل كبيرة اهي. نزلت بمعلقة الخل، هبدأ أقلب لحد ما أشم ريحة الخل طلعت طبعا الطريقة بتاعتها اللي هي الأجانب اللي اشتغلت معاهم بيعملوها، ما بيحطش طبعا خل، بيحطوا نوع من أنواع الخمور. أنا ما بشتغلش بالخمور، فبستعوض مكان الخمور بالخل. وسبته على النار اما دبل خالص الخضار، ورجعت له بالبط تاني اللي عليه ميه وملح ملح وفلفل اهوت. ومتشكرين من البط على كده خلاص اهو. هسيبه بقى ايه، ياخد ود مع الخضار كده شويه على النار. هتشم ريحته وهو بالطبخ على فكره، البط ده مش هتصدقني ان دي ريحه بط اهو. هسيبه شويه، هقلبه طبعا بس انا بقطع من الفيديو. بعد ما تقلب شويه مع البطه، اتلف شويه مع البطه، هنزل بالجنزبيل بتاعي اهو. ليه ما نزلتش بالجنزبيل في الاول؟ الجنزبيل مش هيستحمل الحراره ديت وريحته هتروح هتطلع، فانا عايزه في الاخر كده عشان ريحته تفضل في البط اهو. هلفهم مع بعض كويس، الخضار بتاعي مع البطايه بتاعتي، فكل حاجه الصدر والورك والجناحه. وبعدين ابدا ازود لها الميه بتاعتها. طبعا ما بزودش ميه، باخد من الشوربه بتاعه العظم اهو زي ما انتم شايفين. انا فعلا خلصتها كلها على البطايه اهي. هديلها طبعا، عايزه ميه كتير زي ما انتم عارفين، فهديلها تنشف. ما استوتش هديلها تاني لحد ما تظبط السوا بتاعها معايا. هي هسيبها على النار تغلي غلوتين تلاتة كده وتاخد وتدي مع بعضها. وبعدين بعد كده اهو بزود تاني كمان ميه اهوت اهيت. بدأت تغلي على النار اهيت زي ما انتم شايفين. وعلى الفرن على طول بعد كده، ندخلها على الفرن أعلى درجة فرن عندك لحد ما تستوي. وديكوا شايفين شكلها ما شاء الله زي الفل، زي الفل فعلا والله. ادي البطة صحيح ماشي واقفة قدامك بطة، بس كلها قدامك، مش ناقص غير العظم بتاعها. واحنا كمان عملنا شوربة، يعني ما سيبناش حاجة فيها اهي. تسبكة، وهو اللحمة بتاعتها عاملة زي الزبدة ووشها متحمر وجميلة جدا، مش محتاجة معاها غير شوية رز والله المستعان. كنت عايز اعمل رز طبعا بس الفيديو طول خالص، فقلت خلاص كلكم بتعملوا الرز يعني، بس كنت اعمل لكم نوع تاني اهو. شايفين شكلها جميل، شكلها جميل فعلا. وهناخد حته كده نشوف ايه الدنيا، نشوف هما تتشال الحته تحتها صوصها تقيل كده ومتسبك الحاجه ما بتبقى متسبكه بتبقى جميله اه. عامله زي الزبده بالظبط اللي على الوش فوق ديت، طبعا الجلده بتاعت البطه
اللي هي بتاخد وتدي مع المعلقة ديت، انما اللحمة بتاعتها هيت لسه بتدخن خارجة من الفرن على طول، عاملة زي الزبدة والله. طعمها جميل جدا وشكلها جميل زي ما انتم شايفين، ويا ريت تجربوها. مش هيجرى حاجة يعني ايه، آه، بط كتير يعني، ومش مشكلة. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة.